فالعمل الأول إن شاء الله، العمل الأول هو الغسل. الغسل الحاج مخير بين أن يغتسل في الهوتيل في الفندق ويروح هناك شنو؟ مجرد أنه يلبس إحرام بالنسبة للرجال. طبعا المرأة ثيابها هو إحرامها، نأتي له الكلام إن شاء الله. أو لا، أنه يقول أنا أريد أغتسل هناك حمامات نظيفة وكثيرة أيضا، بإمكان أنه الحاج ماذا؟ أن يغتسل هناك. طبعا هناك نية خاصة بهذا الغسل، وطبعا أي عمل فيه نية. هذا مو مثل الوضوء اللي عندنا بالأيام العادية، مرة واحد يجي يتوضأ مو شرط أنه بالدقة نويت أتوضأ لصلاة الظهر كذا، لا، حتى لو ما يتلفظ، حتى لو ما أنه مجرد هو إخطار في القلب، الفقهاء يعبرون عنه هذا يكفي. هذا من جهة. من جهة أخرى النية في هذه المناسك اللي نأتي عليها، النية الفقهاء يؤكدون على النيات، كل عمل لازم بنية، وأنتم راح تشوفون بعد ما أنه اغتسلنا لعله أحد الحجاج أو الحجيات يقول ليش هو لبس الإحرام وغسل الإحرام ونية إلى هذه العمرة كلها بنية واحدة، لا تختلف ويأتي التفصيل إن شاء الله. كيف؟ أولا نية الغسل، نويت أغتسل الغسل لبس الإحرام قربة إلى الله تعالى. طبعا في السنتين الماضيتين كنت أنه أحد الحجاج حاضر ويدري بالقضية. أكثر على الحجاج حمام لأن هي في الثقافة ومقدم حمام صف حمام واللبسنة. احنا هالسنة ما نقدر حجيات ما لعله انا افضل الخوات انه يستسلم بالهوتيل للازعاج. انا بالنسبه لي راح اغتسل بالهوتيل، الحجاج اللي يحب يغتسل بالهوتيل. نعم بالمسجد الاجر اكثر لان راح تكون مشقه اكثر. لاحظ المهم، فراح انا ايش اسوي ان شاء الله؟ اكتب قصاصات اوراق النيه، غسل، لبس الإحرام اللي نية العمرة، لأن الثلاث نيات مهمة جدا علينا أن نتعلمها. خلصنا من الغسل، طبيعة الغسل، كيفية الغسل الطبيعي الواجب اللي نأديه، غسل الجنابة أو غسل الحيض وما شابه ذلك، لا حياء في الدين طبعا، احنا لغرض التوضيح خوف تصدر منا كلمة وكذا تقرونه لغرض التوضيح إن شاء الله. فهذا الغسل كيفيته كالأغسال الواجبة اللي يمرون بها رجال ونساء حجاج بالأيام الطبيعية. بعد أنه إذا كان هناك حائل على عضو من أعضاء الغسل هذا يكون باطل، والبعض يقول أنا أكتفي بماذا؟ بالغسل ما أجدد الوضوء. هم صحيح بعض الفقهاء يحتاطون يقولون ضم الوضوء إلى الغسل، لأن إذا كان عليه شنو؟ إذا كان عليه هذا حائل على يده على أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل، طبعا الغسل راح يكون باطل لأنه أصبح غسلا منقوص، فيكون كل شيء باطل. فعلينا أن نكون دقيقين، اللي لابس أو لابسة خاتم نسعى، وهذا مثل الخواتم نأتي الساعة، السوارة، أشياء الزينة، هذا نأتي عليه إن شاء الله. باختصار أنا راح أنه أكون حتى يصير إلمام سريع، لأن إحنا متأخرين وما نقدر يعني مسائل كثيرة. فالمسألة إحنا مهمة جدا أن نكون نتأكد من أعضاء الغسل والوضوء لا يوجد عليها حائل. الحائل شنو؟ إحدى الحجيات وش تقصد شيخنا أنت بالحائل؟ الحائل مثلا جلكم الله مثلا القطعة صغير جير التعبير صغيرة، أو لا يكون هناك هذا الباندج أو البانديت أو فشي آثارها موجودة، مرات أنه هذا القطن الصوف مال البانديت، الخيط مال البانديت يقطع،
هذا يكون أنهم شيلة من أعضاء الغسل والوضوء. شنو أعضاء الغسل والوضوء؟ أعضاء الوضوء شلون نتوضأ للصلاة؟ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والكفين. وأعضاء الغسل هذا المصطلح الفقهي لعله صعب عليكم أو ما تابعين به. أعضاء الغسل الجسم كله اللي نغسله. طيب المسألة الأخرى ننتقل لها. خلصنا من الغسل الآن، انتقلنا إلى نلبس الإحرام بالحمام. إحنا هنا نريد شنو؟ نريد نحرم، نلبس الإحرام. هذا قبل لبس الإحرام تكون نية. طبعا بالنسبة للي يريدون يغتسلون بالهوتيل هم مخيرين بين أمرين، إما أنه يلبس يأخذ إحرامه وياه يغتسل ويلبس الإحرام مالته بس ما ينوي عمره بعد، يعني ما ينوي يقول أنا أنه نويت عمرة تمتع لحجة كذا إلى آخره. لا ما ينوي، بس مجرد هنا النية من الميقات. هنا لا يجوز النية. هذا من جهة. من جهة أخرى يقول لا أنا بعد فد مرة الحج أو الحجية يقول أنا أغتسل وألبس ملابسي وين هناك وينوي. هذا هم صحيح. فالخيارين واضحات أحسن. زين، جينا إلى مسألة لبس الإحرام. نويت ألبس إحرام لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. هذا إلى حد الضرورة الصدق أول مرة. إذا واحد نيابة بس لوجوبه قربة الله يقول نيابة عن علي ابن فلان خلص، أو عن فاطمة بنت فلان خلص، هذا أيضا فرقنا به. واحد يقول لا أنا جاي لا واجب ولا نيابة، أنا جاي استحباب. نعم، يقول للاستحبابا قربة إلى الله تعالى. هذه الحركات نعيدها ليس في الإحرام، حتى في الغسل، حتى في لبس الإحرام، في الغسل للبس الإحرام وبعد وفي نية عمرة التمتع. لابد أن تذكر وظيفتك شنو. أنت وظيفتك أنه حج واجب، أو وظيفتك حج مستحب، أو وظيفتك حج نيابة. شو يكون؟ هذه تذكرها. هذه الأمور مهمة جدا. لا إنسان نصور الشيء الآخر اغتسلنا ولبسنا الآن. هذا وين احنا الآن؟ في مسجد الشجر. الآن عندنا مسألة مهمة. احنا نجدد، احنا راح يبدي الحج لعمرة التمتع. عمرة التمتع إحنا بس مجرد يقول نويت الحاج أو الحاجة نويت أحتمر لعمرة التمتع لحجة الإسلام، يذكر وظيفته قربة إلى الله تعالى. هنا بعد كل شيء صار محرم عليه. أكو مباحات عندنا كثيرة صارت محرم عليه. هذا فيه كلام للاختصار. أنا أريد أذكر هذه الأمور المحرمة، لكن أنه قبل هذا لابد أن هناك أحاديث فيها يندفع منها البشرى والتفاؤل للحاج، سيما أنه الإمام الصادق والإمام زين العابدين من قبله ذكروا هذه الروايات. أقرأها. قال الإمام الصادق في فضل الحاج عليه السلام: الحاج والمحتمر ود الله سبحانه وتعالى، إن سألوه أعطاهم. سألوه شنو يعني؟ أن دعوه أعطاهم. بعد وأجابهم، وإن شفعوا فيه شفعهم. يعني مو بس إذنهم، لا، مرة أنه شنو يدعو الإنسان لنفسه، ومرة يدعو إلى أهله ومتعلقيه وذويه. الله سبحانه وتعالى الإمام الصادق يقول الله يشفع هذا الحاج له كرامة عند الله سبحانه وتعالى. فماذا يقول له؟ دعاءك مستجاب، أنا راح مثلا أطيبك إذا كنت مريض، وراح أرزقك إذا كنت محتاج، وأقضي دينك إذا كنت مديون، وراح الناس اللي دعيت لهم راح أتقبل شكو دعاء أنت دعيت لهم، شنو اللي تمنيت لهم، كل هذا راح يصير. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه
ماذا يقول في حديث آخر؟ يقول الحاج في ضيافة الله. الآن سؤال، اليوم إذا نروح لشخص أعرابي، عادة الكرم مثل العرب، شخص كريم معروف بالكرم، شوف أنه يقدم قد يكون جيد، قد يكون ممتدح، لاحظ قد أنت تكون مطمئن إذا رايح إنسان كريم ما يرجعك، ما بالك إذا أنت وافد على أكرم الكرماء على الله سبحانه وتعالى. الإمام يقول الحاج وفد الله سبحانه وتعالى. بعد يقول والحاج ضيف الله، رجل حج واحتمر فهو ضيف الله حتى يرجع إلى منزله. مو يوم ويومين وثلاث أيام وتنتهي الضيافة، لا، من أول يوم خرجت من بيتك إلى أن ترجع أنت في ضيافة الله. في ضيافة الله شنو يعني؟ الآن يأتي الكلام. عن خالد بن ربعي أن أمير المؤمنين عليه السلام دخل مكة في بعض حوائجه فوجد أعرابيا متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول، هذا الدعاء يستحب، احنا ما ندعو به، دعاء بسيط الحفظ: يا صاحب البيت، يا صاحب البيت، البيت بيتك والضيف ضيفك والكل ضيف من ضيفه. يعني يقول الكل هم ضيوف الله سبحانه وتعالى. نردد هذا الدعاء. الإمام ماذا نظر في محاذا؟ يا صاحب البيت، البيت بيتك والضيف ضيفك والكل ضيوفك. شنو هذا الكلام يا أمير المؤمنين؟ فقال لأصحابه عليه السلام: أما تسمعون كلام الإعرابي؟ هذا الإعرابي غير متفقه، التحذير من نقول بدو اليوم، جاء من البدو، وهكذا متعلق بأستار الكعبة وهكذا يقول. قال: أما تسمعون كلام الإعرابي؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: الله أكرم من أن يرد ضيفه. فإذا تبين لنا من كلام أمير المؤمنين ومن رواية الإمام الصادق دعاء الحاج لا يرد البتة بل مقبول قطعا، وهذا ما اتفق عليه سنة وشيعة، والروايات أكدت على ذلك، على أن الحاج في ضمان الله. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحاج في ضمان الله مقبلا ومدبرا. مقبلا ومدبرا يعني جاي إلى مكة وراجع من مكة، هو وين؟ في ضمان الله، في ذمة الله، يعني ما يصير له شيء، يطمئنه. بعد طبعا إلا الله هناك إرادة إلهية ومشيئة، بعد أنه مصلحة الإلهية أنه تقتضي ذلك، إحنا مو كلامنا الذات، لا. نعم. قال: فإن أصابه في سفر، لا محل شاهد. قال: فإن أصابه في سفره تعب بعد أو مرض غفر له بذلك ذنوبه وكفر عن جميع سيئاته. اليوم الإنسان إذا مثلا هذا اليوم عاطنا بالزيارة وراح وإحنا لا حول ولا قوة، ما عندنا إلا أن نصبر، هذه السيئات كلها تغفر. هذا الرسول يقول، مو أنا ولا العلماء، الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وكل هذه بشرى واقعة. يقول: وكان له، هذا الحاج، بكل قدم يرفعها. الحاج جاء منين؟ من نشئ، جاء مثلا من سياسة، من أبرز، كل قدم يرفعها. الولايات كذلك، مثلا مثال يعني كل قدم يرفعها ويضعها في الأرض اسجد إليه درجة حسنة حسنتين. الرسول شو يقول؟ يقول: وله في كل قدم يرفعه 1000 درجة في الجنة. يعني مو يصلى على محمد يعني مو يقول إلى الجنة، لا، الجنة قريب منها للحال. يقول لا، المسألة إيه؟ إلى هذا الحال، إلى الجنة الفتة، والجنة درجات، الجنة أيضا درجات.
يقول كل قدم يرفعها ويضع الأخرى له 1000 درجة في الجنة. زين ما بالك جايين من أمريكا، جايين من أوروبا، جايين، فإن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله وذنب مغفور إن شاء الله تعالى. بعد هذا باختصار. أكو هناك استحباب للحاج. من جملة هذه الاستحبابات عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول 3 دعوات مستجابة. ابدا هذه الثلاث للحاج. اكو شرائح من المؤمنين لهم 3 دعوات في مواقف 3 مستجابة. شنو هذه الثلاث؟ قال دعاء الحاج، وقدم الحاج على الآخرين. دعاء الحاج في تخلف أهله، أولادنا، بناتنا، أزواجنا، أموالنا، محلاتنا، أمورنا، متعلقين، عفنائهم، وقصدنا وجه الله سبحانه وتعالى. هذا شنو؟ يقول أنت الحاج لأن عندك الأهل والخلان والأحباب والمال وعفت الدنيا وقصدت إلى بيتي، أنا أستجيب لك دعوة، فإلك دعوة مستجابة أيها الحاج. هذا. وبعد والمريض أيضا له دعوة. هذا المريض ليس في الحج أينما كان، ولذلك يستحب عيادة المريض. بعد ودعاء المظلوم. المظلوم أيضا دعاء مستجاب. دولة 3: الحاج والمريض والمظلوم لهم أدعية مستجابة البتة. المهم بعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. شلون الإنسان إذا كان في بدنه ماذا؟ درن وتاقة، يقول الماء يطهر ويغسل، كذلك الحج يغسل ماذا؟ يغسل الدرن، يغسل هذه الثياب الوسخة. الماء يقول الحج يغسل الذنوب كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر جميع الذنوب. بعد هذه الأخيرة، لأن هذه أشياء رائعة نسمعها من الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كنا احنا هم نتبرك بها وهم نستفيد وهم نستبشر أيضا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حجوا لن تفتقروا. يقول الحاج مو حكى 5000. أنا أعرف خوات والأخوة يجمع 5000 و 6000 دولار ضمها للحاج، بس هذا مو غني، هذا فقير. يقول لا، حتى هذا إذا حاج الله سبحانه وتعالى يربو له هذه الأموال. هذا من جهة. ومن جهة أخرى الإمام الصادق يقول: من أنفق درهم في الحج عوضه الله سبحانه وتعالى ب70 درهم. اللهم صل على محمد وآله وسلم. والأخير يقول أن الحاج له نور خاص. أكو نور يسطع تراه الملائكة ويراه الأولياء والصالحين في الجبال. هذا إلى الحاج. أنا وأنت لعله ما نشوفه للحجب اللي موجود بيننا. يقول الحاج لا يزال عليه نور الحج ما لم يرتكب ذنبا. الآن نأتي إلى الأحكام باختصار.